اهلا بيكم. في الفيديو ده هعلمك ازاي تبني شات بوت ترجمه بالذكاء الاصطناعي باستخدام اداه فلووايز. البوت ده هيكون قادر انه يترجم اي لغه لاي لغه تانية في ثواني، وده كله من غير ما تكتب ولا سطر كود. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن فلووايز واهميته وشرحنا ازاي نعمله سيت اب على جهازك الشخصي او حتى على الكلاود. اما النهارده هنركز على نقطه مختلفه تماما، وهي ازاي نخلي فلووايز يعمل شات بوت مترجم ذكي بدعم اي لغه تخطر على بالك. لو لسه جديد معانا خليني اقول لك ايه هو فلووايز. فلووايز هي اداه مفتوحه المصدر ومجانيه تماما، بتساعدك انك تبني شات بوت او تطبيقات بالذكاء الاصطناعي بكل سهوله من غير ما تحتاج انك تكون مبرمج محترف. الفكره كلها انك بتستخدم واجهه دراج اند دروب بسيطه عشان تعمل تطبيقات معقده. يعني تقدر ببساطه تصمم بوت بيتكلم معاك يفهم لغات مختلفه ويترجمها لاي لغه تانية. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي تثبت فلووايز على جهازك او حتى ازاي تسطبه على الكلاود. لو لسه ما شفتش الفيديوهات دي انصحك ان انت تروح تشوفها، هحط لك اللينك بتاعها هنا اهوت في مكان ما. اما لو انت لسه جديد معانا بشكل كامل وحابب ان انت تكمل معانا، هتحتاج تدخل على موقعهم واسمه flowwiseai.com. هتحمل الاداه، ولو مش عارف تبدا ازاي شوف الفيديوهات اللي فاتت على قناتنا عشان تتعلم ازاي تعمل سيت اب للبرنامج. بعدين بنختار النودز. بعد ما تثبت فلووايز وتفتحه هنبدا نضيف النودز المناسبه اللي هنستخدمها عشان نبني البوت للترجمه. بعد ما تفتح فلووايز هتدخل على الماركت بليس وبعدين تختار بيزك وهتنزل تحت هتلاقي ترانسليتور. بعد ما تفتح الترانسليتور هتقول له يوز ذيس تمبلت، وكل اللي هتعملها نوع حاجات بسيطه جدا. هتحط الاي بي اي كي بتاعك اللي اتكلمنا عنه برضه في الحلقه اللي فاتت وعرفنا ازاي بنعمله. والحاجه الثانيه هي ان احنا هنخش على فورمات برومبت فاليو وهنغير اللغه هنا اهوت، نخليها بدل هي من انجلش لفرنش هنخليها من انجلش لعربي. وبعدين هنسيف الشات بوت بتاعنا باي اسم وبعدين هنبتدي نتكلم معاه. فانا لو جيت قلت له اهوت انا اسمي ماي نيم از هاني، اسمي هاني، وترجمها لي في لحظتها، وبكده تكون عملت شات بوت. تقدر بعد كده تاخده على الموقع بتاعك او حتى تشير الشات بوت بان انت تبعت اللينك لاي حد. هتاخدها كوبي من هنا او هتفتح الموقع ده بشكل مباشر ويفتح لك الشات بوت. وهنا اهوت لو قلت له مساء الخير هيرد عليا في لحظتها ويقول لي معناها جود ايفنينج. وبكده تبقى عملت شات بوت بالذكاء الاصطناعي باستخدام فلووايز. ده هيكون مفيد جدا ليك او لاي حد عايز يترجم لغات بسرعه او دقه عاليه. تقدر تبعته او تشيره مع اصحابك او تشيره مع اي حد ممكن يستفيد بيه. لو عندكم اي استفسارات تانية او اسئله اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعه، واستنوني في الفيديو الجاي مع ادوات وتطبيقات اكتر بالذكاء الاصطناعي.